للأسف خبر حزين جدا جدا عن العروسة، عروسة عريس الشرقية اللي توفى يوم فرحه. ايه اللي حصل لها؟ ليه نقلوها بسرعة جدا على المستشفى من وقت ما توفى زوجها داخل حضنها في سيارتهم قبل ما يوصلوا لبيتهم؟ ومن وقتها وهي كانت محبوسة، محدش بيدخل لها ورافضة تاكل ورافضة تشرب، لدرجة انها اللي عملته في نفسها هتشوفوه معانا بالصوت والصورة. ليه عايزة تروح لإسماعيل؟ أنا عايزة أروح له، مش عايزة حياتي من غيره، أنا مستنياه بقالي 5 سنين، أنا طوب الأرض تقدم لي ورفضته علشانك يا إسماعيل. حب عمري راح مني في ثانية بعد ما كان خلاص في إيديا. أنا ولا قادرة أصدق ولا قادرة أستوعب ولا عايزة أستوعب. أنا حياتي خلاص وقفت ومش عايزاها تكمل. عشان كده مهما تعملوا مهما تحاولوا أنا مش هكمل حياتي من غير إسماعيل. اللي حصل شوفوه معانا يا جماعة، بس خلينا نصلي على نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام، وكمان نعطر فمنا بذكر الله، وما ننساش ندعي لإسماعيل بالرحمة وبالمغفرة، وكمان لعروسته إن ربنا يصبرها وتخرج من الأزمة الكبيرة اللي هي فيها على ألف خير. قالت انا عريسي مات في حضني. ده اللي انتوا ما تعرفوهوش. اسماعيل نطق الشهادة. اسماعيل صحابه السبب في اللي حصل له. اسماعيل كان تعبان يوم الفرح، ومع ذلك مش عايز يكسف حد، وكل شوية يرقص مع صاحبه ده ومع صاحبه ده علشان ما يقولهمش لأ، وكذا مرة يحط ايده على صدره، وكذا مرة يقول مش قادر. محدش فكر يقعده، محدش فكر يديله حاجة يشربها. عارفة ان احنا كنا فرحانين وفرحنا كان ولا ألف ليلة وليلة، بس كفاية قوي بقى. أنا ما بقيتش عايزة حياتي، أنا عايزة أروح لإسماعيل. عشان كده تم تسريب خبر إنها انتحرت حرفيا، وانها مش هتكمل حياتها تماما، وانتحرت علشان عايزة تروح لعريسها، عايزة تروح لجوزها. بس لحقوها في اخر لحظة ونقلوها على المستشفى، ولما فاقت قالت انتوا ليه بترجعوني للحياة تاني؟ انا عايزة اروح له ومش هكمل برضو، ومهما تعملوا يا رب سامحني، بس انا مش قد كل التعب اللي انا فيه ده. اسماعيل كان باين عليه التعب ولكن ما كانش حاسس بيه، الله يرحمه طبعا. ولكن انا حياتي مش هتكمل تاني مهما تعملوا. عايزة اقول لكم كمان ان الكلام ده موجود وناس كتير نشرته، واتمنى ما يكونش حقيقة، ولكن للأسف هي فعلا مصدومة وفي حالة كبيرة من الحزن. وكمان والدة عريس الشرقية اللي بتقول انه مات بالحسد، وان الناس وجيرانه كانوا بيحسدوه انه سافر ورجع وعمل بيته واتجوز اللي بيحبها. ما يعرفوش انه من يوم ما ربنا جابه على وش الدنيا وهو شقيان وتعبان، هو يتيم وهو اللي شالنا، هو اللي بيصرف علينا وهو اللي متحمل كل المسؤولية. ما يعرفوش حاجة، شايفين الشكل العام والشقة اللي عملها، عجبهم شقته، تعالوا خدوها ورجعوا لإسماعيل. انا ولا عايزة شقة ولا عايزة بيت ولا عايزة حاجة، انا عايزة اسماعيل ابني يرجع لي مرة تانية. انا كمان عرفنا من اخبار مؤكدة ان العروسة هتكمل حياتها داخل شقة عريسها، يعني مش راحت لبيت اهلها. وعلى الرغم ان هو ما دخلش معاها حتى شقتهم، ولكن قالت ان كل حاجة اسماعيل عملها انا هفضل فيها، مش همشي من البيت ده ابدا. ده حقي وحق اسماعيل اللي انا شايفاه في كل ركن وفي كل مكان في بيتنا اللي هو ما دخلوش.